السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده باذن الله هنتكلم عن افضل واسرع واسهل طريقه ترفع بيها المنتجات بتاعتك من على الويب سايت بتاعك لووردبريس على الكتالوج بتاع فيسبوك. والطريقه دي هتسهل عليك جدا، خصوصا لو عندك عدد كبير جدا من المنتجات، انها هترفعهم كده بكل سهوله، علشان بعد كده تبدا تستخدم المنتجات دي من على الكتالوج في عمل كامبين مبيعات او سيلز، يعني علشان تزود المبيعات من على الويب سايت بتاعك. واللي بالمناسبه لسه عامل فيديو عن افضل طريقه لعمل حمله مبيعات على الويب سايت هتجيب منها نتائج جباره باذن الله، بعد اخر تحديث كمان لسه نازله قبل الفيديو ده على طول. شوفها هتستفاد منها جدا. خلص الفيديو ده وارجع للفيديو اللي قبله، لان الاثنين بيكملوا بعض. المهم يلا من غير كلام كتير وانترو نبدا. انزل روق عليا بلايك واشتراك جميل في القناه، وهات كوبايه الشاي بتاعتك علشان تروق، وتعالى لي عشان نبدا الفيديو. وقبل ما نبدأ عايز اقول لك، لو انت مستعد تبدأ تصرف على الاعلانات الممولة علشان تكبر البيزنس بتاعك وتزود مبيعاتك، زي نتائج العملاء اللي انت شايفها قدامك دي، اللي كلهم مبيعاتهم بقت في حتة تانية خالص ما شاء الله، وقدرنا ننجح معاهم كلهم رغم ان مجالاتهم مختلفة عن بعض. فلو عايزنا نكون مسؤولين عن الاعلانات الممولة الخاصة بيك علشان نزود مبيعاتك ونكبر مع بعض، هسيب لك رقم الواتساب بتاعي في صفحة الفيسبوك اللي اللينك بتاعها تحت صندوق الوصف، تقدر تخش تكلمني في اي وقت. بص يا سيدي، لما تخش على الويب سايت الووردبريس بتاعك هتيجي من الجنب من هنا هتلاقي فيه حاجه اسمها بلوجنز، تمام، او الاضافات. فنقف عليها كده، بعد كده نضغط على زرار انستول بلوجن او اد بلوجن عشان نبدا ننزل الاضافه او البلوجن الجديده اللي احنا عايزينها. وهنيجي هنا في السيرش ونبدا نكتب كلمه فيسبوك، لان البلوجن دي اللي هتساعدنا بعد كده علشان نرفع المنتجات بتاعتنا على فيسبوك، تمام، او الكاتالوج بتاع فيسبوك. فهتلاقي هنا في زرار اسمه انستول ناو ان احنا ننزلها، فنضغط عليه. هيحمل كده شويه، وبعد كده هيجيب لك زرار ان احنا نعمل له اكتيفيشن، اهو نضغط على زرار اكتيفيت. تمام كده يا سيدي. هنيجي بقى هنا في البلوجنز بتاعتنا تاني، فين هنا اهو، ونضغط على زرار انستول بلوجنز او الاضافات المنصبه او التي تم تنزيلها. غالبا هتلاقي الاضافات المنصبه اللي احنا خلاص حاجات الاضافات اللي نزلناها يعني، ونسيرش فيها كده على البلوجن اللي احنا لسه منزلينها او الاضافه اللي احنا لسه منزلينها اللي هي اسمها فيسبوك. وبعد كده نضغط على زرار كونفيجر علشان نبدأ نفعلها. تمام. نبدأ ننزل تحت هنا، هتلاقي فيه زرار اسمه جيت ستارتد، تمام، فهنضغط عليه. هيجيب لك اكونت الفيسبوك اللي انت هتشتغل بيه، فنضغط متابعة تمام بالاكونت الفيسبوك بتاعك. وبعد كده هيبدأ يجيب لك الاصل او الصفحة اللي انت عايز تشتغل بيها، فهتختار الصفحة بتاعتك اللي انت هتشتغل عليها. بس لازم تكون صفحة انت ليك بسم الله الرحمن الرحيم، يعني انت اللي انشأتها، ليك صلاحية كاملة عليه، مش صلاحية جزئية. تمام. يعني انت لو موجود مودريتور في صفحة ظهرت لك هنا مش هينفع تستخدمها، فلازم صفحة تكون انت انشأتها او ليك صلاحية كاملة عليها. فهنختار مثلا الصفحة دي. بعد كده نبدأ ننزل تحت كده، نضغط على الزرار التالي. هيجيب لك هنا الكتالوجز اللي عندك. انا هبدأ انشئ كتالوج جديد معاكم من الاول خالص، فجاب لي الكتالوج هو باسم الموقع اللي انا شغال عليه. لو عايز تغيره غيره، هو مجرد اسم، فانا هسيبه زي ما هو. بعد كده على الزرار التالي، فجابه لي هنا اهو مختاره اصلا. بعد كده على الزرار التالي جاب لي الحسابات الاعلانيه اللي موجوده عندي اللي انا املكها، اللي كانت موجوده على البيزنس بورتفوليو اللي انا اخترته في الاول خالص. هختار الحساب اللي انا عايز ابدا اشتغل عليه، وليكن مثلا هختار الحساب ده. بعد كده على الزرار التالي. بعد كده هيجيب لك البيكسل اللي موجود عندك على حسابك الاعلاني ده، لو انت عايز تختار منهم واحد. تمام. لو عايز تنشئ واحد جديد هتنشئه من فوق. ولو انت عايز تعرف ازاي تنشئ بيكسل بقى بالخطوات بالترتيب صح، هترجع للحلقه اللي قبل دي، هتلاقيها موجوده عندي على الشانل، وهسيب لك اللينك بتاعها في صندوق الوصف، عشان لو عايز تعرف ازاي طريقه صحيحه انشاء بيكسل بقى بالتفصيل يعني. المهم مثلا هختار البيكسل اللي انا عايزه، هختار مثلا البيكسل ده. تمام. بعد كده على الزرار التالي، وشغل المطابقه المتقدمه تلقائيه علشان اللي هي اللي تحت دي، علشان بيجمع لك بيها الايميلات والداتا بتاعه العملاء، بتحسن النتائج مع الوقت. تمام. نضغط بعد كده على الزرار التالي، هيجيب لك هنا الايميل، انت تحط ايميل والموقع اللينك الموقع بتاعك، وهنا عدد الايام المتاح فكك من الحته دي. المهم يعني دي اعدادات ديفولت كده، سيبها زي ما هي. بقى كانت تاني على الزرار التالي. المهم جاب لك هنا يا سيدي الحاجات اللي هيبقى مسموح له ان هو يوصل لها، الحاجات دي كلها هو محتاجها، فتقول له تمام، نقول له ان احنا هنسمح بده، ونضغط بعد كده على زرار تاكيد علشان يبدا يربط الحسابات بتاعتنا، ويبدا يرفع المنتجات على الكتالوج اللي احنا عملناه جديد، وهوريه لكم مع بعض بالتفصيل يعني باذن الله. تمام اهو، الحمد لله قال لي تم الربط فعلا، كل حاجه اتربطت وكده الكتالوج بقى تمام. نضغط بعد كده على الزرار التالي، هتلاقيه بيحمل معاك هنا اهو، وهتلاقيه حمل شويه. وبعد كده جاب لك الصفحه دي
اللي هي أهم حاجة فيها الconnected product catalog. الحتة دي اللي إحنا كنا عايزينها من كل المشوار اللي إحنا مشيناه ده أصلًا. هنلاقي هنا كده في زرار اسمه view in commerce manager، لمّا نضغط عليه من هنا كده هتلاقيه فتح عندك الكتالوج اللي إن شاء الله هتلاقي فيه المنتجات بتاعتك بقى كلها اللي على الويب سايت بتاعك. ممكن تلاقي فيه شوية مثلًا منتجات ناقصها شوية معلومات، ولكن أغلب الحاجة هتلاقيها مرفوعة، فهتلاقيها وفّرت عليك وقت كتير جدًا. هنيجي هنا من الكتالوج من الجنب نضغط عليه كده، فهتلاقيه نزل تحت الmenu بتاعته، نضغط على زرار المنتجات ونشوف هنا كده، نلاقي الحمد لله فعلًا كل المنتجات بتاعتنا اترفعت هنا أهو، كله مرفوع هنا أهو. يعني بُص بالمراحل اللي إحنا مشينا بيها دي وحتى بالأسعار بتاعتها، يعني بُص الأسعار قبل وبعد بالتفاصيل بتاعتها، المنتجات كلها اترفعت أهو كاملة، من غير ما نبدأ نرفعها manually واحدة واحدة. يعني لو أنت متابعني على الchannel هتلاقي أصلًا الفيديو اللي فات أو اللي قبليه، هتلاقيني شرحت لكم واحدة واحدة لو أنت عندك عدد منتجات بسيط على الويب سايت بتاعك، إزاي ترفع المنتجات دي على الكتالوج واحدة واحدة manually بصورة يدوية، تمام. الخطوة بتاعة النهارده بقى اللي إحنا عملناها دي، مش محتاج ترفع المنتجات بصورة يدوية، أنت مجرد ما ربطت الإضافة اللي إحنا نزلناها على الWordPress وخليتها ترفع المنتجات بتاعتك على الكتالوج، فرفعتها أوتوماتيك لوحدها، تمام. كل المنتجات أهي بالشكل ده، تمام. طب لو إحنا عايزين نخش نعدل في المنتجات، بنعمل ده إزاي؟ يعني خلينا مثلًا نختار أي منتج، نختار المنتج ده كمثال مثلًا، لمّا نقف عليه كده هتلاقي جالك هنا زرار اسمه تعديل العنصر، تمام. هتلاقيه جالك أهو بالشكل ده، تمام. جايب لك بالتفصيل يعني المنتج ده يعتبر حريمي، تمام. تفاصيل المنتج، المواصفات بتاعته، كل حاجة عنه، بُص الصور بتاعته هنا أهو، فهتقدر تعدّل التفاصيل هنا دي كلّها، وهتلاقيها هي أوتوماتيك لمّا تعدّل حاجة هنا، هتلاقيها سمّعت هنا، لإن يعني المنتجات دي كلّها معمول لها حاجة اسمها مزامنة، اللي هو أي حاجة أنت هتعدّلها في الويب سايت بتاعك، هتلاقيها اتعدّلت في الكتالوج أوتوماتيك، مش محتاج تخش تعدّل كل منتج لوحده، فاهمني؟ أنت مجرّد ما تعدّل على الويب سايت بتاعك، هتلاقي الحاجة بتتعدّل هنا على طول، لإن هي معمول لها مزامنة، لإنك الإضافة أصلًا بتاعة فيسبوك موجودة عندك على الويب سايت، فبتقرأ كل حاجة أول بأول، تمام كده؟ ممكن يظهر لك حاجة زي هنا حالة المشكلات دي، هتلاقي هنا حاجة ليها علاقة بدول تانية، مثلًا زي لو أنت بتبيع المنتجات دي في الهند، فلازم تكتب تفاصيل معينة، إحنا مش بنبيع في الهند أصلًا، يعني إحنا تمام في مصر، تمام كده. عندك بعد كده حاجة اسمها المجموعات، المجموعات دي اللي هي إيه؟ يعني مثلًا وليكن الperfumes دي، ففي منها مثلًا كمثال رجالي وفي منها حريمي، فأنا عايز أبدأ أقسّم الperfumes بتاعتي لحريمي ورجالي، دي بتعملها عن طريق إيه؟ بتعملها عن طريق المجموعات، تمام. أو لو حتى عايز تعمل عروض، مثلًا إن أنا في 10 منتجات عايز أدخّلهم مثلًا وليكن في عرض 30% خصم، فبتبدأ تعمل إيه؟ تبدأ تعلّم على المنتجات اللي أنت عايزهم بالشكل ده، علشان تحطّهم في مجموعة معيّنة لهدف معيّن. أنت عامل المجموعة دي لسبب، حريمي، رجالي، المجموعة دي عليها خصم، علشان تبدأ تستخدم المجموعة دي في الإعلان بعد كده. واللي أنت لو رجعت للفيديو اللي فات، اللي هو إحنا كنت قايل لك عليه، اللي هو أفضل طريقة لعمل حملة مبيعات على الويب سايت بتاعك عشان تجيب منها نتايج كويسة جدًا، هتلاقيني موضّح لك حتّة المجاميع دي، تمام كده؟ وليكن مثلًا إحنا اخترنا ال5 منتجات دول عشان هنعمل عليهم ال5 منتجات دول خصم، هنستخدمه بعد كده في إعلان المبيعات بتاعنا. فبعد ما علّمنا عليهم كده، نضغط بعد كده على زرار إنشاء مجموعة منتجات، تمام. وهاسمي مثلًا المجموعة دي إيه مثلًا كمثال 50% مثلًا، تمام. دي عليها خصم 50% off بالشكل ده، تمام. ودي المنتجات اللي أنا عايزها. طب عايز أزوّد حاجة أهو بالشكل ده، زوّدتها. عايز أشيل حاجة هاشيلها بالشكل ده، بعد كده نضغط على زرار إنشاء، تمام. يبقى إحنا كده عملنا مجموعة من المنتجات لوحدهم، أقدر بعد كده أستخدمهم في الإعلان بتاعي. طب عايز أشوفها مش شايفها قدّامي، هاخش هنا على المجموعات كده أهو، هتلاقي في مجموعة اسمها all products فيها ال168 منتج اللي عندي على الويب سايت، تمام. وفي مجموعة تانية اسمها خصم 50% دي فيها ال6 منتجات اللي أنا حطيتهم لوحدهم عشان عامل عليهم خصم، وهكذا. ممكن تعمل مجموعة حريمي، ممكن تعمل مجموعة رجالي، مجموعة أطفالي، أيًا كان المنتج اللي أنت بتبيعه تقدر تقسّمه مجاميع بالشكل ده عشان تستخدم المجاميع دي بعد كده في الحملات الإعلانية بتاعتك. وبس كده يا سيدي، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ولو عايزني أمسك لك شغل إعلانات الممولة بتاعتك بنفسي، تقدر برضه تخش تكلمني على رقم الواتساب اللي هتلاقيه في صفحة الفيسبوك بتاعتي. وما تنساش لو عندك أي أسئلة ممكن تنزل تكتبها تحت في الكومنتات، أنا باقراهم كلهم، أو ممكن تخش تكلمني على صفحتي على الفيسبوك، هاسيب لك اللينك بتاعها تحت صندوق الوصف وفي أول كومنت. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا النهارده، وخليكم عارفين إحنا دايمًا في خدمتكم. شكرًا.